السلام عليكم الاخوان الاخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي، قناه كويزين وداد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم ان شاء الله بتمام الصحه والعافيه. الوصفه اللي غنقدم معكم اليوم هي عباره على واحد التحليه يعني بمكونات اقتصاديه، كتجي راقيه وكتجي لذيذه وكتجي زوينه، يعني غادي يحبوها الكبار ويحبوها ان شاء الله حتى الصغار. ندوز على بركه الله نقدم معكم المقادير. عندنا نص لتر ديال، كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها نص لتر ديال الحليب. عندي نص لتر ديال عصير الليمون، الا ما عندكمش ليمون يمكن تعوضوه بنص لتر ديال عصير المندرين. عندي ياغورت ديال الفاني، عندي كاس بعبر العنبه كاس الا ربع، عندي 4 المعالق ديال النشا اولا مايزينا. كناخذوا عصير الليمون كنضيفوه على هذاك الحليب وكنزيدوا عليه هذاك السكر الثقيل، كنخلطوه مزيان حتى كيندمج لينا مع الحليب والليمون، وكنزيدوا هذاك العلبه ديال الياغورت وكنزيدوا عليها 4 ملاعق ديال النشا. كنحركوا مزيان حتى كيمتزجوا، كنديروهم فوق عافيه مهيله حتى كيعقد لينا الخليط. هنايا عندنا الكؤوس ديال التقديم، وعندنا عندي هنايا واحد الحبه كبيره ديال الكاكي، يعني راه هي كانت عندي طيبه بزاف وانا نستعملها. الا عندكم طيبه استعملوها، عندكم مازال شويه يعني شاده راسها استعملوها، يعني كيجي بها هاد التحليه كتجي بها لذيذه. عندي 2 حبات كبار ديال الموز ملي تقطعوه عصروا عليه واحد الحامضه كيبقى كما هو، ما يكحلش ليه اللون ديالو. عندنا التزيين عندي اللوز، رقائق اللوز محمرين، وعندي حبيبات الشوكولاته. كناخذوا في الاول هذيك الحبه ديال الكاكي اللي قطعتها، هي اللي كنديروا في القعر ديال كؤوس التزيين، هي اللي كنبداو بها. كنديروها من التحت كما كتشوفوا معايا. غنخليكم مع طريقه التقديم ونرجعوا من بعد. وصلت على نبي يا ليلى، وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي يا ليلى، وصلت على نبي، ولا تلهيك السلام يا ليلى، وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد يا ليلى، وصلت على نبي، بذكري جلال يا ليلى، وصلت على نبي، نرمد وانا سهر يا ليلى، وصلت على نبي، على دار السدير يا ليلى، وصلت على نبي، قالوا لي الشوار يا ليلى، وصلت على نبي، مولاي علي الرشاد يا ليلى، وصلت على نبي، يوم الحد خرج بالسلام ولادي، يوم الحد خرج بالسلام ولادي، واللي يلقاني يزاودني بالنية، واللي يلقاني يزاودني بالنية، عليت عيني للصلاة شبك صافي صورني، عليت عيني للصلاة شبك صافي صورني. ملي كنزينوا بالموس كنعاودوا ناخذوا طبقه اخرى ديال هاد الخليط ديالنا. ملي كنكملوا كنزينوا باللوز المكسر اللي كما قلت معكم انا حمرته، وهذوك الرقائق ولا حبيبات الشوكولاته. يعني راه واحد التحليه كما كتشوفوا المكونات ديالها اقتصاديه، يعني تقريبا كلها موجوده عندنا في المطبخ. يعني الفواكه راه فواكه اللي هي موسميه،
الموز الحمد لله يعني كيكون لا في الشتاء ولا في الصيف، يعني هاد الفاكهة ديال الكاكي كاينة موجودة وبكثرة في هاد الفترة، يعني الأثمنة ديالها مناسبة والمذاق ديالها لذيذ، وممكن تزينوا بالفاكهة اللي كاينة عندكم. كيبقى الاختيار او اللي موجود في البيت. المهم انكم تجربوها، يعني راه تستاهل التجريب، وخصوصا انها يعني لذيذه حتى الصغار غاديين يبغيوها وما برداش، يعني واخا الجو بارد ولكن التحليه ماشي بحال الكلاص ولا شي حاجه اللي كيكون بارد بزاف ما كنقدروش ناكلوه في هاد الوقيته. يعني هي راه كتجي تحليه يعني اللي ما بارداش بزاف، وحتى دغيا فاش كتوضعوها في المجمد يعني مده ديال 45 دقيقه او على الاكثر ساعه، يعني راه كتكون واجده. ملي غنكملوا التزيين غنجيبوا البلاستيك الغذائي وغادي نغلفوا به الكؤوس ديالنا وغندخلوهم المجمد كما قلت لكم 45 دقيقه او على الاكثر ساعه، ونخرجوهم كنخليوهم برا واحد نصف ساعه، ومن بعد ممكن تناولوهم. يعني راه تحليه انتما غتشوفوا معايا كتجي لذيذه راقيه، والمكونات بحال ديما اقتصاديه، يعني كنحرص على انني نجيب لكم الوصفات الراقيه وتكون في نفس الوقت اقتصاديه. ها انتما كما كتشوفوا يعني راه كتجي يعني في مده قصيره، يعني كتقبض راسها. نكهه الليمون مع الحليب والياغورت عطاوها واحد المذاق رائع، الموز كذلك، هذيك الحبه ديال الكاكي، يعني مزيج ديال النكهات الرائعه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله تجربوها في القريب. ما تنساوش اللايكات والرأي ديالكم في التعليقات، لان التعليقات ديالكم كتفرحني، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.